بيعقد مدير المدرسة اجتماع مع الإدارة علشان يبلغهم بقرار إزالة الأميرات من المدرسة، ولكن المفاجأة إن الإدارة بتعترض أصلاً على قراره، وبيقولوا له إن بفضل الأميرات الأماكن في المدرسة بقت كلها مليانة. المضحك في الموضوع إنهم بيقولوا لمدير المدرسة إن أبوك المتوفي كان أول أميرة في المدرسة كلها، ولما المدير بيعرف الكلام ده بيرجع في قراره على طول، وكمان بيزود ميزانية الأميرات في المدرسة، وبكده تكون المشكلة الكبيرة اتحلت خلاص. وبيعملوا احتفالية كبيرة قوي لمدة يومين متواصلين علشان الأميرات هتكمل في المدرسة وقرار الإزالة اتلغى، وبيكون الكل فرحان قوي. في الوقت ده بيكون في زوار غير متوقعين أبدا. أم شيهو وجوزها جم علشان يطمنوا على ابنهم، وبتقوله إنها قلقت عليه جدا لأنه بطل يكلمها فجت تزوره على طول. طبعا احنا عارفين اللي حصل من جوز أمه، ولكن شيهو بيتصرف طبيعي جدا مع عيلته. الغريب في الموضوع إن أخوه الصغير بيكون خايف منه جدا. لازم تتفرجوا على الجزء الأول علشان تعرفوا المأساة اللي حصلت لشيهو وتعرفوا أنا قصدي إيه بالظبط. بس قبل ما نعرف حصل إيه مع عيلة شيهو، عايز أعرف انتوا اشتركتوا في قناة بتاعة أنمي ولا لسه؟ الفيديوهات الخرافية هناك بتنزل باستمرار وبتكون جامدة جدا، لأن أسماء صاحبة القناة صوتها مشوق قوي وبتخليك تعيش الأحداث مع الأنمي وتفضل مستمتع للآخر. آخر فيديو نزل على قناتها جميل جدا والسوبر رائع، ولما هتتفرج عليه مش هتقدر تخرج بره القناة. أنا مش عارفة بصراحة أتفرج على إيه ولا إيه ولا إيه ولا إيه. تبدأ القصة في ليلة عاصفة شديدة. يقوم بطل حرب سابق يدعى باتر بمساعدة زوجته في عملية ولادة صعبة. في تلك الأثناء يشاهد العديد من السحرة في كل منطقة من العالم تدفق الكثير من الصخور والشهب من السماء، وطبعا زي ما شفنا لغة عربية واضحة وصوت مذهل جدا. اشتركوا في قناة بتاعة أنمي العظيمة قوي، هتلاقوا الرابط في صندوق الوصف أو في أول تعليق مثبت. ويلا نكمل. المهم أمه بتقوله إن ملابس البنات دي كيوت قوي عليه هو وأصحابه وظريفة جدا، وشيهو كل ده ساكت وبيضحك في وشهم كلهم ولا كأن في أي حاجة حصلت. وطبعا كونه الوحيد اللي عارف اللي حصل مع صديقه شيهو. المهم شيهو بيسيب أمه وبيروح مع الأميرات للمسرح تاني علشان العروض المسرحية في اليوم الأول من الاحتفال. في الوقت ده راحت الأم وجوزها يتمشوا في المدرسة، وكان جوزها بارد المشاعر جدا، وأخوه الصغير كان عمال يلعب، وكونه بيلمح شيهو من بعيد وهو محتار كده ومتلخبط. وهنا كونه بيقوله انه عارف هو زعلان ومجروح قد ايه من اللي حصل، وكمان بيقوله ان امه واخوه الصغير ملهمش اي ذنب علشان يقاطعهم ويطلعهم بره حياته وما يسالش عليهم خالص. ولكن شيهو بيرد على كونه بيقوله انه اخوه الصغير ما بيحبوش اصلا وبيخاف منه، ده غير ان امه مشغوله طول الوقت ومش بتعبره. وبعدها حاول يتهرب وقال لكونه يلا علشان نكمل شغل، وكان عايز يمشي ويسيبه. في اللحظه دي جت ام شيهو وجوزها وهم مرعوبين جدا. اللي حصل هو ان اخو شيهو الصغير ضاع وهو عمال يلعب في المدرسه. كونه بيقول له انه لو اخوك الصغير حصل له اي حاجه هيكون بسببك انت، لانك تجاهلت عيلتك لما جم من الأول. وعلى طول شيهو بيجري وينادي على أخوه في كل مكان في المدرسة، لكن بدون أي فايدة، بالرغم من إن أخوه الصغير بيخاف منه وكمان بسبب الحاجات اللي عملها أبوه في شيهو، إلا إن شيهو بيحب أخوه الصغير جدا. وفجأة الولد بيطلع وبيبص لأخوه وبيكون سليم وبخير الحمد لله، وبعدها بيقعد يعيط على طول لأنه كان ضايع. بس أول ما أخوه الكبير بيمسكه الولد بيطمن وبيضحك على طول. وأخيرا حاجة حلوة حصلت في عيلة شيهو، ده كان فاقد الأمل فيهم خالص. وفي نهاية اليوم بيكون الولد الصغير مش عايز يسيب أخوه ويرجع، ولكن شيهو وعده إنه هيجي الإجازة الجاية ويزوره ويلعب معاه على طول. وفي يوم الاحتفال التاني بيجوا بقية أصحابه وعائلات الطلاب، وفي وقت الاستراحة بيقرر ميكو إن يسيب الأميرات يكملوا شغلهم لأنه حبيبته وأخته الكبيرة جايين، وطبعا مستحيل هيقدر يكمل معاهم بزي الأميرات طول ما حبيبته موجودة. ده كمان اترجى أصحابه ما يتكلموش معاه لو شافوه هو وحبيبته علشان محدش يفهمهم غلط، يعني هو بيستعر منهم رسمي. المهم بتيجي حبيبته واخته وبيسلم عليهم، بس شكله كده اخته عصبيه وقويه شويه، وبتقوله انها هي وحبيبته اختاروا يلبسوا نفس اللبس لما يجوا ويقابلوه. بعدها اخته بتسيبهم مع بعض وبتتمشى في المدرسه. في الوقت ده كونو وشيهو كانوا عايزين يدوروا على ميكو علشان العرض المسرحي بتاع الاميرات قرب يبدا،
وفي نفس الوقت شافوا بنت جميلة الطلاب عمالين يتحرشوا بيها وكانوا بيضايقوها، لكن طبعا أخت ميكو عصبية وقامت بالواجب وزيادة، وبسبب كلام ميكو عنها عرفوا أصحابه على طول إنها أخته وراحوا اتكلموا معاها، وهي طلعت ذكية برضو وعرفت إن دول أولاد لابسين بنات لأنه واضح من أصواتهم، وقالت كمان إن أخوها هيليق عليه جدا لو انضم لهم. البنت دي شكلها خمنت كده لوحدها إن ميكو ممكن يكون بيلبس بنت، وكانت ممكن تكشف حقيقة ميكو. المصيبة بقى إن ميكو وحبيبته كانوا مارين من نفس المكان في نفس اللحظة، وهنا جت فرصة انتقام شيهو كونو من ميكو اللي كان بيقول إنه مستعر من ملابسهم وهو أصلا بيلبس زيهم، وطبعا حبيبته بتكون عارفة من صوتهم إنهم أولاد، وأكيد ميكو بيكون متضايق جدا وبيكون على آخره، لكنهم بيقولوا له يلا بقى علشان العرض المسرحي هيبدأ وانت لازم تجهز. وقتها أخته بتكون سمعت كل حاجة وشكة جدا في الموضوع وحاسة إن أخوها مخبي حاجة. ساعتها أصحابه بيتدخلوا وبيقولوا لأخت ميكو وحبيبته إنهم لازم يروحوا بقى علشان الولاد اللي هنا ما يضايقهمش، ولما يوصلوا البيت يبقوا يطمنوا ميكو عليهم. بس طبعا أخت ميكو مستحيل تروح كده بدون ما تعرف في إيه بالظبط، وبتقول لحبيبته يلا بينا بقى على المسرح. وطبعا بيشوفوا ميكو هناك وهو بيقدم عرض كأميرة على المسرح، ولما بيخلص العرض بيلاقي أخته وحبيبته في وشه، وساعتها ميكو بيدخل في صدمة عصبية وبيفقد النطق من الخضة. علشان كده أخت ميكو بتقرر تسيب ميكو وحبيبته مع بعض، بس هو لسه قاعد مخضوض مع حبيبته، ولكن هي بتقوله انها فاهمه كل اللي حصل، وان اصحابه كونو وشيهو قالوا لها انه مجبر على كده وانها بتحبه على اي حال. شكلها كده بنت طيبه جدا والموضوع عدى بسلام. المهم خلصت احتفالات المدرسه وكل حاجه رجعت لطبيعتها. بتكون في رساله واصله لشيهو ومكتوب عليها انها بنت ومعجبه بيه، ولما بيفتح الرساله بيكتشف انها مجرد خدعه علشان يتعور، وبعدها بيعلنوا في الميكروفون ان في اتصال طارئ لشيهو، ولما بيرد بيتم تهديده بالقتل وهو مش عارف مين ده اصلا وليه بيعمل معاه كده. بعدها بيقرروا الاصحاب كلهم انهم يخرجوا في الويكند مع بعض، ولما بيخرجوا فعلا بيكون في شابين عصابات بيسألوا على شيهو وعايزين يعتدوا عليه بالضرب، ولكن رئيس الاتحاد بيجي وياخد الشباب دي علشان يديهم جزائهم. هو دايما كده بيحاول يحمي الأميرات. ولما بيرجعوا لأوضة الاتحاد كونو بيكون متوتر جدا. ساعتها 2 من الاتحاد بيقولوا انهم قرروا الشباب اللي اتعرضت لشيهو، والشباب دول قالوا لهم ان في بنت صغيرة هي اللي دفعت لهم علشان يعملوا كده. يا ترى مين دي اللي ممكن تكون عايزة تأذي شيهو قوي كده؟ عدى فترة وشيهو لسه بيجيله نفس التهديدات الغريبة، ومرة كانوا الأصحاب كلهم ماشيين وبيتفاجئوا ببنت صغيرة عمالة تراقبهم على باب المدرسة. فاكرين البنت دي بنت عم كونو وبيجروا كلهم وراها. أنا فهمت. تعالوا نرجع للماضي لأول ما كونو أخدوا عمه على البيت. بنت عمه كانت بتحبه قوي من وهي صغيرة وكانت مهووسة بيه وبتغير عليه جدا حتى من اتصالات الأصدقاء اللي كانت بتجيله من المدرسة. وفي مرة من المرات كان ماشي مع بنت من مدرسته القديمة، راحت المجنونة دي زقتها من على السلم علشان تموت وتبعد عن كونو. ساعتها أجبروا عمه إنه يروح مدرسة داخلية للأولاد ويبعد عن بنته خالص. وكل ده كونو وأصحابه بيجروا وراها لحد ما البنت وصلت لمنحدر. ساعتها بدأت تهدد كونو إنها هترمي نفسها لو ما رجعش معاها البيت أبوها فورا، بس كونو بيقول لها إنه مش هيرجع وإنها لازم تبطل تتصرف زي الأطفال لأنها عمالة تأذي اللي حواليها. ولكن مفيش فايدة برضو، البنت لسه عايزة تموت نفسها لو ما جاش معاها. وهنا كونو بيديها قلم محترم وبيقول لها فوقي بقى من الحركات دي. ساعتها البنت بتفقد توازنها وبيقعوا هما الاتنين وكونو بيحاول يحميها. بس الحمد لله حد لاحظ اللقطة دي لما رئيس الفصل مشى من المكان، هو راح ينادي على رئيس الاتحاد علشان يلحقهم ويساعدهم. ساعتها البنت بتقول له كونو انه دايما بيعملها بلطف ودايما حنين قوي عليها وهو ده السبب اللي خلاها تحبه، بس الحقيقة انها مهما تعمل هو مش هيحبها ابدا. ولكن كونو بيقول لها بالعكس خالص، انتي جزء من عيلتي وحياتي وهفضل احبك ودايما على طول. وكمان بيقول لها انه مهمة قوي في حياته وانها الاخت اللي دايما اتمنى انها تكون عنده. البنت بقى اخيرا بتتأسف له وبتقوله انها هتبطل تطارده لانها فهمت انها غالية عنده بالرغم كل اللي عملته في اصحابه ده، وحتى في اي بنت تيجي تتقرب له. وبيمر الوقت وكونو بيتصل بعمه علشان يطمن على بنت عمه انها رجعت للبيت سليمة، بس عمه بيطلب منه طلب غريب جدا. هنعرف ايه هو
كمان شوية ميكو بيروح علشان يكلم حبيبته، وشيهو بيحس ان كونو في حاجة غلط ومش مظبوط ابدا. بعد فترة كونو بيقرر يقول لهم على الطلب اللي طلبه عمه قبل كده. عمه بيقول له بما ان بنتي تعافت من مرض الهوس بيك، سيب مدرستك وتعالى ارجع عيش معانا. المشكلة ان كونو بيحب المدرسة دي جدا زي ما هي بكل حاجة، اتعلم هنا وشاف مغامرات كتيرة قوي في المدرسة دي، بس في نفس الوقت هو محتاج يعيش مع عيلته لانهم وحشوه جدا، وكمان ما يقدرش يرفض اي طلب لعمه. وهنا بيتجمعوا كل الطلاب حوالين كونو وبيقولوا له ان المدرسة هتكون وحشة قوي من غيره وانه مهم جدا ليهم. كل الناس حبت وجود كونو من اول ما جه ومستحيل يتخلوا عنه بسهولة. ساعتها كونو بيحتار جدا ومش عارف ياخد القرار، وكمان بيكون حاسس ان هو بيحب المدرسة وكل اللي فيها قوي، ولكن كونو بيقول قراره وبيقرر انه هيفضل معاهم ومش هينقل لمدرسته القديمة عند عمه. وراح بلغ عمه بالقرار بنفسه ووعدهم انه هيزورهم على طول. وبكده المدرسة اللي كونو ما كانش بيحبها في الاول بقت احسن حاجة حصلت له في حياته. لو عجبتك القصة ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في قناة انيموجي بالعربي وتفعل زر الجرس علشان ملخصاتنا الجامدة ما تفوتكش. اشوفكم قريب. Let me down.